صباح الخير او مساء الخير يا معلم. الاهم انك تكون بخير. المهم يعني ان فاضل ان شاء الله يعني اسبوع واحد بس على اجمل ايام السنة، شهر رمضان الكريم. وطالما جبنا سيرة الشهر الكريم ده، يعني صلاة التراويح، يعني الكنافة والقطايف، يعني ليالي الابطال، يعني عمرو مصطفى وهو بيقول في رمضان يعني صايم ولا زي كل سنة، يعني رمضان كريم. لا الله اكرم ايه يا عمنا، انا بقول لك رمضان كريم المسلسل اللي انا وانت وجمهورية مصر العربية كلها تقريبا ما تقدرش تختلف عليه، وبتحبه جدا جدا، ولو اتذاع مليون مرة ما تزهقش منه ابدا. طب ايوه، ليه بنحب المسلسل ده اوي كده؟ وليه مسلسل رمضان كريم هو افضل مسلسل اتعمل لرمضان؟ انا اقول كل ده في الحلقة ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تدعي لاخواتنا. نبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ياسين محمد من راديو 70 ودي الحلقة ال20. ملحوظة يا معلم، انا كل كلامي هيبقى عن الجزء الاول من المسلسل، مش من الجزء التاني. الجزء التاني ده ملوش لازمة، لا ليه علاقة بالجزء الاول ولا ليه علاقة اصلا بالدراما المصرية كلها. احمد عبد الله مؤلف هذا العمل، من اهم الاسباب اللي خلتنا نحب المسلسل ده هو احمد عبد الله، لان احمد عبد الله هو اكتر سيناريست حاليا بيحس قوي بافراد الطبقة المتوسطة، ودايما بيتكلم عنهم في اعماله، وبيعرف يتكلم عنهم كويس قوي، مش بأفورة زي مثلا مسلسلات عمرو سعد او مصطفى شعبان. بمعنى اللي هو بيظهر لك الطبقة دي مش دايما انها صايعة وبتقول كلام له وزن وقافية، ودايما مفيش اي فرحة في حياتهم والنصايب كلها بتجيلهم هما بس. لا، هو بيعرف يكتب كويس قوي عنهم. وده هتلاقيه مثلا في المسلسل زي كاركتر سلوى عثمان، هتلاقيه زي اي ام مصرية جهز عيالها بناتها من هم صغيرين عشان الجواز لما يكبروا، بتنزل السوق، بتخش جمعيات، تحوش فلوس من ورا جوزها عشان تسد جهاز بنتها. هي الأم المصرية. وبرضه ما أظهرش الطبقة دي بس، لأ، هو أظهر لك برضه الطبقة الأعلى اللي هي الأغنى، اللي عايشة في فيلا وكومباوندات، زي كاركتر هيثم وكاركتر باشمهندسة اللي كانت بتحب شريف سلامة. وبين لك الطبقة دي عن طريق سناء اللي بتمثل جزء كبير أوي من الطبقة المتوسطة. سناء اللي عايزة ترتقي وتبقى عايشة في فيلا وكومباوندات وكده. واحمد عبد الله وسامح عبد العزيز بيسبقوا الحكايه دي كويس قوي. وطبعا بالضلع التالت وهو السبكي، ان هما مؤلف ومخرج ومنتج العمل. السبب التاني بقى اللي خلانا نحب المسلسل قوي هو صبري فواز، خميس المرتشي الفاطر اللي بيمثل برضه فئة كبيرة ما بيهموش اي حاجة غير مصلحته، لدرجة اللي هو اتجوز واحدة على خطيبته عشان بس هي عندها فلوس. بس صبري فواز عمله كويس جدا جدا، خصوصا ان صبري فواز برضو ادى فيه لطشة كوميديا كده اضافت للكاركتر كتير جدا والمسلسل كله يعني. تالت سبب بقى والاخير هي صورة المسلسل. ايه ده صورة المسلسل؟ ايه يا عم، هما كانوا بيصوروا في المالديف؟ كانوا بيصوروا في حارة، بس الحارة، ودي حاجة بتعكس الواقع اللي احنا عايشينه. وهتلاقي برضو من تفاصيل هذا الشهر اللي احنا بنقوم بيها مثلا الدورة الرمضانية بتاعت وليد، زي مثلا مائدة الرحمن اللي كان بيعملها الحناوي. وبالمناسبة الحناوي من أهم برضو أسباب حبنا للمسلسل. ماهر المسيحي بتاع الفول اللي بينبه على ابنه اللي هو ما يفطرش قدام الصايمين صحابه يعني، ده برضو بيعكس فئة كبيرة قوي مننا، غير بقى عاداتنا وتقاليدنا في الشهر المبارك ده. حرفيا مسلسل متكامل. كانت خسارة كبيرة جدا وخطوة غبية اللي هم يعملوا جزء تاني ملوش 60 لازمة. حرفيا هو مسلسل عظيم. بس كده يا معلم، اتمنى ما اكونش طولت عليك كده، حلقتنا خلصت. ربنا يعيد عليا وعليك الآن بخير بإذن الله. كان معكم ياسين محمد من راديو 70. رمضان كريم.